بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه نتوكل وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. في هذا اليوم كنا طالعين للبر، نشرب شاهي بعد العصر. ثري الديرة كانت عليها أمطار، وإحنا بعيدين حتى عن البث، ما كان فيه نت ولا مكالمات. ما درينا إلا بعد ما دخلنا الديرة، إلا كلها أمطار ما شاء الله. فحبيت أصور لكم المناظر هذه. ما شاء الله الأمطار هالسنة ما شاء الله كثيرة، اللهم صيبا نافعا، الله إن شاء الله يجعل فيها البركة. هذا الطريق يؤدي إلى بيتنا، يعني اللي يجينا ويمر الديرة يمرنا. حياكم الله جميعا. ملاحظين حاجة بديرتنا ما شاء الله تبارك الله؟ النظافة، دائما الشوارع نظيفة. وأي أحد يجي يدير زيارة أو سياحة، أغلب اللي يجون عندنا هنا سياحة، لأن فيها هي منطقة آثار. يلاحظون هذا الشيء، بالحدايق والشوارع دائما نظيفة ما شاء الله. فيا ليت كل إنسان يحافظ على النظافة. حتى بالبر، والله حتى بالبر نطلع ونرجع بالزبالة معنا بأكياس، ونرميها بالحاويات الخاصة بالزبالة، تبقى الديرة نظيفة كذا. يعني ما الإنسان ما هو بس ببيته أو بغرفته، لا، حتى الشارع، حتى الحديقة، حتى بالبر يحافظ على النظافة، ما يرمي شيء. ما نقول له يروح ينظف أو يطلع يكنس، لا، بس أنت معك حاجة بزبالة على طول بالحاوية، كذا تبقى أو يبقى المكان نظيف دائما. هنا دخلنا وولعنا النار. كان قريب أذان المغرب، وقالت بنتي أنا بسوي العشاء لكم. بدت متبل البيدجان، تبي أسرع، وحطته على نفس العين على الغاز على طول مباشرة، يكون أسرع استواء. هذا البيدجان بعد ما استوى وقشرته، هي المفروض غسلته تغسيل، لكن هي بس قشرته، عشان كذا طلع شوية متبل غامق. هي المفروض بالمرحلة هذه مغسلته. تسأل أنت تقول ليه هي ما غامق؟ قلت ما غسلتيه، المفروض يكون مغسول. حطت الملح والزبادي والثوم، وهذا المتبل المقبلات، حطت متبل بيدجان ومتبل شمندر وحمص. الشمندر بدون ما تشويه، على طول طحنته مع الزبادي والثوم، طلع حلو ومغذي ومفيد. وحمص، وبعدين بدت بالعشاء. العشاء ما شاء الله صلحت صينية خضار بالدجاج، وصلحت دجاج بالفلبس، وصلحت دجاج بالكاري. 3 أنواع. هنا بالصينية صفت جميع الخضار، البصل والثوم والطماط والكوسة قرع، أي خضار موجود. حتى لو بس صينية بطاطس يعني يصلح، لو نوع، أو إذا عندك مجموعة من الخضار ممكن تشكلين بالخضار. هذه صينية الخضار. بعد ما صفت الخضار وحطت الدجاج عليه وبهرته بالبهارات والملح، حطت عليه ماء، وسكرت الصينية بقصديرة، ودخلته بالفرن من داخل. اللي ما تبي الفرن ممكن من فوق كذا وتولع عليه النار، عادي يصلح، وبعدين تدخله تحمره بس. حتى حطت شرائح الليمون مع بنفس الصينية. بالله ولا عليك أمر، حط اللايك، الله يجزاك خير. أدري ما أنت مقصرة، بس للتذكير أحيانا ننسى.
الدجاج ممكن تقدرين تقطعينه قطع صغيرة، وممكن تخلينه كذا بالطريقة هذه، وبعدين تضيفين الماء وتحطين القصدير عليه، أو تجي الصينية له غطا. أنا الصينية هذه لها غطا بس هي حطت قصدير، ودخلناها الفرن. القصدير يمنع يعني ما يخلي البخار يطلع، فتستوي بسرعة ولا تحترق. حطتها بالفرن. وهنا الدجاج بالفليبس، وهذا الدجاج بالكاري. ما شاء الله طلع العشاء حلو. وبعد هذه الصينية كشفتها تشوف استواءه عشان تحمرها من فوق. هنا الدجاج اللي بالفليبس طلع كأنه مشوي على فحم. شكله وطعمه حلو. وهذه صينية الخضار بالدجاج بعد ما استوت حمرته بالفرن. وهنا الكاري بالدجاج، وعندنا الحمص ومتبل الشمندر ومتبل البيدجان. وبالعافية علينا وعليكم. وهنا أقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.